كده المصفى ونحط ورقه الزبده دي علشان الزيوت اللي تقع فيها زي ما حضراتكم شايفين كده، ونجيب بخاخه الزيت وهبخ كده بختين تحت، وهاخد قطع بانيه الفراخ المتبل وهنزل بيها. شايفين نص كيلو فراخ بانيه وهبخ على وشها زيت. شايفين استهلكنا كميه زيت اقل من معلقه زيت بس. نقفل القلايه الهوائيه بسم الله. معانا الشاشه السكرين تاتش دي. اول حاجه هنضغط هنا هيظهر معانا بعض الاختيارات. نضغط على حرف الام يا جماعه ونختار احنا عاوزين نعمل بيتزا ولا بطاطس ولا كابوريا ولا سمك ولا فراخ. في اختيارات كتير. فطلع لي هنا 21 دقيقه على درجه حراره 180. هقول له تمام. نضغط هنا ونشغل ونسيبها بقى كده 21 دقيقه تتحمر، وهنشوف شكل الفراخ البانيه عامل ازاي. ايه ده يا جماعه؟ صوت القلايه الهوائيه ناعم جدا ويكاد يكون مش موجود اصلا، غير قلايات هوائيه تانية كتير بيبقى صوتها عالي. بعد 21 دقيقه هنفتح بقى كده ونشوف الفراخ البانيه بسم الله. ما شاء الله الفراخ البانيه اتحمرت معانا